تعالى اقول لك شويه نصايح صغيره جدا لو عملتها مش هتسرح تاني ابدا وانت بتصلي، وده طبعا هيخلي عندك خشوع اكتر وانت بتصلي. ودي طبعا احنا بنعملها كتير، هو ان احنا ايه لما تيجي نصلي بنقعد نتحرك كتير واحنا بنصلي، وده طبعا غلط، لان من اكتر الحاجات اللي تخليك تفكر في اي حاجه بره الصلاه وتخليك تسرح وانت بتصلي، ما تخليش ابدا عندك اي خشوع وانت بتصلي، هي كتر الحركه وانت بتصلي. فبعد كده نصيحتي ليك لما تيجي تصلي حاول على قد ما تقدر وانت بتصلي انك انت تقلل من حركاتك وانت بتصلي، ما تتحركش كتير وانت بتصلي. وبعد الفيديو ده لما تيجي تصلي اي صلاه جرب بس انك انت تصلي اي صلاه من غير ما تتحرك كتير، وشوف ده هيأثر عليك بايه. هيأثر عليك بانك انت مش هتسرح وانت بتصلي، وكمان هيخليك انك انت تركز في الصلاه. لو انت في سوره متعود انك انت تقراها وانت كل ما تيجي تصلي، زي مثلا قل هو الله احد او اي سوره صغيره متعود كل ما تيجي تصلي تقرا بالسوره دي، وليه بقول لك تغير السوره اللي انت متعود انك انت تقرا كل ما تيجي تصلي؟ لان عقلك لما بيكون حافظ حاجه فخلاص عقلك بيتبرمج ان هو